إذاعة شباب ورياضة من القاهرة. العدسة الزوم بتقرب، بتكبر، بتوضح، وبعدستنا الزوم حنقرب من بنت اليوم. زوم على بنت اليوم. دعاء صبحي. نتعرف على بنت اليوم. نيفين كمال، كاتبة وشاعرة. زوم. أستاذة نيفين، هل الكتابة والشعر بالنسبة للمرأة بيغير من بعض سماتها، بيخليها أكثر حساسية، أكثر رفاهية في الحس والمشاعر؟ أكيد. المرأة لما بتبقى شاعرة أو كاتبة بيبقى إحساسها أعلى بكل حاجة. هو بيبقى شيء إيجابي وسلبي في نفس الوقت، إن هي بتبقى متطلبة شوية في المشاعر. يعني بتبقى محتاجة أكتر شوية، بتبقى حساسة أكتر شوية. فكل ده ممكن يمثل قد ما هو بيبقى شيء جميل للزوج، قد ما هو بيبقى شيء برضو سلبي شوية، في إنه احتياجها بيبقى أعلى شوية. زوم. هل بتتميز المرأة عن الرجل في بعض الكتابات؟ يعني ممكن القارئ لو لم يقرأ المؤلف أو اسم الكاتب يقول دي امرأة أو رجل؟ ممكن جدا، لأن المرأة ليها في الكتابة أبجديات شوية يعني ناعمة عن الرجل. يعني كمان المواضيع اللي هي بتتناولها بتبقى مختلفة جدا عن الرجل. دايما المرأة مواضيعها بتبقى فيها إحساس أعلى، بتهتم بالعاطفة أكتر. الراجل يعني الرجل ممكن يكون مواضيعه أكثر عملية شوية، حتى لو اتكلم في العاطفة بيتكلم فيها من منظور تاني غير المرأة. وطبعا لكل قاعدة استثنائية، وكل قاعدة ليها استثناء فعلا. زوم. بما انك كاتبة وشاعرة، اكيد الفئة الكتاب والشعراء زي اي فئة ممكن يقابلوا بعض العقبات او المشاكل. هل قابلتك بعض العقبات في النشر مثلا، في ان انت تعرضي كتاباتك؟ والله طبعا. يعني كان يعني في الفترة اللي فاتت كلها كان ما بيبقاش ليكي الصلاحية ان انتي تنشري او تتحركي يعني في الاطار الادبي الا لو كنتي اسم معروف. انما الحمد لله، يعني مش هقول من بعد الثورة، لكن من بعد الانترنت والفيسبوك والمدونات ابتدت العملية تتفتح والمساحة تبقى اعلى، انه كل الناس بتعرض مواهبها. بالتالي دور النشر ابتدت تاخد بالها، فابتدى اللي بيبقى عنده موهبة فعلا يلفت الانتباه. زوم. اهم مجموعة قصصية ليكي انت كتبتيها؟ خربشات على جدار الإحساس. تناولتي فيها أحاسيس المرأة أو مشاعرها؟ أو أحاسيس المرأة وأحاسيس الرجل كمان. هي بشكل عام هي بتتكلم عن الحياة الزوجية، وبرضو تناولت فيها الحياة العاطفية بشكل يعني عام برضو. لكن بتركز على مواطن الإحساس. يعني إيه اللي في الإحساس ممكن يصلح من الحياة الزوجية، وإيه اللي ممكن يبوظ فيه. وليه اخترتي اسم خربشات؟ لاني مش معتبره نفسي كاتبه كبيره، معتبره اني بخربش بقلمي. وفي نفس الوقت ليها معنى اخر، ان الخربشه على الاحساس نفسه، كاني كده بفتش عن بعض المواضع في الاحساس. واهم ما كتبتيه عن احساس المراه؟ كتبت حاجه شعر عامي اسمها عرفت ليه. اقولها؟ اتفضل. بتقول: عارف منين جبت انا انتمائي ليك؟ تعرف منين؟ قول تاني كده. عارف ساعات بسرح وبات تايهة في عينيك، تقدر تقول معاك على طول، حتى في سكاتك برضو هقول أكيد مشغول. عارف لو فات سنين برضو هدور تاني في سماك. طب لحظة واحدة، وواحدة واحدة هتشوف معايا كل اللي فات. لو كنت قلت أنا ليك زمان، يبقى النهاردة أنا فيك كمان. عارف يا حبي يا تعب لي قلبي، أنا ليه تملي دايبة في هواك؟ عشان انت عمري ولقيت معاك كل الحاجات، في عينيك ملامحي وفي قلبي محفور بالقهات. طب ايه يخلي انسانة زيي تطير معاك فوق السحاب؟ عشان انت روحي ولقيت كياني في ضلك يبات. طب شوف لعلمك انا زيك، تحضن جروحي تلاقيني قبلك في الاشواق. زوم على بنت اليوم. دعاء صبحي.
إذاعة شباب ورياضة من القاهرة. هم بكرة، هم مين وهم الفكرة، مين وهم الحلم، مين خليكي فاكرة، فاكرة مين؟ إمبراطورية شين. إمبراطورية شين. ومعانا من الشباب نتعرف عليكي نيفين كمال، كاتبة وشاعرة. أستاذة نيفين، أكيد الكتابة والشعر يعني بيلهم الإنسان أحاسيس ومشاعر خاصة بيه. أنت في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي واللي مصر كلها فترة حرجة جدا، الكل بيتعاطف معاها ومش عارف يعني يتعامل مع الموقف إزاي وبطريقة شكلها إزاي. أنت شايفة الوضع إيه؟ شاركتي في الأحداث، شاركتي في الثورة، بتحاولي أن أنت تبرزي رأيك أو موقفك حتى من خلال أشعارك؟ اكيد ما فيش اي مصري في الظروف اللي احنا فيها ما تاثرش بالمشاعر ديت. يعني كلنا كنا في حاله نقله مشاعر. احنا يعني مش عايزين نقول كنا في قمع وكنا في كبت او كنا ما عندناش حريه شويه في التعبير، لكن عايزه اقول ان جت الثوره عملت لنا ثوره احنا كمان في كل شيء. ثوره ابداعيه، ثورة في مشاعرنا الوطنية، حتى رموزنا الوطنية اللي هي كانت زمان مختفية، العلم والحاجات اللي كناش بنشوفها دي دلوقتي هتلاقيها في كل بيت. فبالتالي من الطبيعي جدا ان الشاعر او الكاتب بيبقى اكتر انسان حساس عن الانسان الطبيعي، فلازم ده بينعكس على حياته وعلى كتاباته بشكل او باخر. أكيد بتتفاعلي مع الأحداث، بنقول كل ما بتبقى مجريات الأحداث أسرع بتكتبي أكتر. أكيد. يعني كتبتي حاجات كتير مثلا عن الثورة؟ أنا من ساعة ما بدأت الثورة لحد دلوقتي ابتديت في الشعر يعني يزيد معايا المعدل اللي كنت بكتب بيه عن الأول. يعني كنت الأول ممكن أكتب فصحى بس. أول مرة أبتدي أجرب إني أكتب عامي وشعر كان بعد الثورة. ده نتيجة تفاعل مع انفعالا بالثورة، تفاعل مع الأحداث. بالظبط، وتفاعل مع الأحداث. إيه أهم كتاباتك؟ مجموعة قصصية اسمها خربشات على جدار الإحساس. هي مجموعة اجتماعية رومانسية وبتتناول طبعا حاجات ظواهر اجتماعية، حاجات زوجية، حاجات كمان تناولت فيها الثورة ومن خلال قصة من القصص يعني. أستاذة نيفين، أكيد كلنا بنحب مصر، ما فيش حد ما بيحبش مصر، ولكن في البعض بيحب، يعني كل واحد بيحبها بطريقته. يعني دايما الواحد يقول يعني اللي بيحب مصر دلوقتي الفترة دي بدل ما يكسر ويهدم ويعمل، المفروض يروح مثلا يزرع أرض، يبني مصنع، ينظف شارع. دي كل واحد طريقته. انتي كتبتي ايه في حب مصر؟ كتبت حاجة اسمها بحبك فوق الوصف يا مصر. طب ممكن نسمعها؟ طبعا. بقول بحبك فوق الوصف يا مصر، وبحب أذانك ساعة العصر، وبحب اللمة وصوت الزحمة وكل شبر فيك يا مصر، وبحب الناس على نيلك قاعدين بلا حصر، وكوباية شاي مظبوطة تمام نقعد نشربها ساعة العصر، وبحب ساعات أتأمل فيكي وأقول ربنا يهدينا ليكي، وبحاول أيوة بحاول مش هزهق ولا هقول حرمت، ده أنا كلي منك بيكي وليكي ولا عمري هبطل حب فيكي، ده انا لما بسافر ببقى حموت وحشاني وارجع جري عليكي، تعبان انا فيكي يمكن لكن ابعد عنك لا بالعكس، سكناني وحبك مالي كياني ملياني ولا فيش حتة في قلبي لغيرك. إمبراطورية شين. الإعداد والتقديم لدعاء صبحي.